بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباحكم مشرق بنور الله إن شاء الله. لو انت أول مرة تشوفيني ما تنساش تعملي لايك واشتراك وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم بإذن الله كل جديد كده معاي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب وما يحرمنيش منكم أبدا. شكرا للناس المحترمين اللي بيسألوا عليا. يلا بقى كده اكتبوا لي كومنتات حلوه وشجعوني كده عشان انزل معاكم فيديوهات كل يوم واسترد طاقتي كده من جديد، وان شاء الله هنزل معاكم كل يوم، ما عدتش هغيب عليكم كده زي ما غبت. هنا بقى معايا حله كده حطيتها على النار تسخن الاول، وحطيت فيها شويه زيت، زيت سمنه بلدي زبده، الماده الدهنيه اللي انت بتحبيها حطيها. ومعايا كيلو لحمه، حطيته كده ياخد صدمه كده من ناحيتين. خلي ايديكي فيها عشان ما تتحركش، احنا عايزين نديلها صدمه حلوه كده وما تهبطيش النار عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. احنا عايزين النار عاليه. فانت لو هبطت النار هتنزل السوائل اللي فيها. اسفه جدا برضو لو صوتي متغير شويه، اثار التعب بس الكحه والله هي اللي مبهدلاني شويه. الحمد لله بقيت كويسه بس الكحه. هنا بقى بعد ما خدت تشويحه معايا كده وصدمه كده حلوه على النار كده، نزلت عليها بكتل من الميه المغليه. هنا بقى معايا بصلايه واحده بس مقطعاها اربع تربع كده، وطماطميه واحده اربع تربع، وورق لوري وحبهان، كوبوبه صيني مستكه، وربع معلقه من السكر، يعني اللي هي نص معلقه من الصغيره، ربع معلقه من المعلقه الكبيره، عشان بس تسوي معايا اللحمه بسرعه. خلاص كده بقى هنسيب اللحمه تستوي. اول ما تبدا تعمل ريمه كده على الوش وتغلي نشيلها، اي ريمه فيها نشيلها. شجعوني كده باللايكات وكومنت حلو منكم كده يخليني بقى اللي انا استرد طاقتي اللي ضاعت مني ديت، وانزل معاكم فيديوهات كل يوم. والله العظيم انتوا انا يعني بحس كده ان انا مفتقده حاجه. إيه طول ما انا ما بنزلش فيديوهات حاسه كده ان انا اتنسيت. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب ويخليكم ليا كده وتفضلوا سندي وظهر على طول. هنا بقى اول ما بتبدا تعمل ريمه كده على الوش بشيلها بقى عشان خاطر تبقى رايقه كده وحلوه. احنا لسه لا حطينا لها ملح ولا حطينا فلفل ولا حطينا اي بهارات، احنا مجرد الحبيبات الصحيحه اللي احنا حطيناها وشويه من السكر عشان تساعد معايا في السوى. دي مش لحمه مجمده، دي لحمه اللي بلدي طازه. ما بحبش المجمده ديت، يعني اجيبها في المفروم، لكن في لحمه قطع كده سويها لا ابدا مستحيل، عيال بيعرفوها، جبتها مره عرفوها. هنا بقى حطيت شويه ربع معلقه كده من الكمون، ما تكتريش قوي يعني. وحطيت هنا فلفل اسمر، وخلاص بقى هغطي عليها تكمل سواها. هنا بقى معايا 6 بصلات حلوين كده وسط، هنقطعوهم شرايح كده جوليان كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقطعهم بقى شرايح زي ما انتم شايفين كده، و... يعني يا 6 وسط يا 4 اللي هم كبار شويه، مش كبار قوي يعني زي اللي احنا بنعملهم للمحشي دول. هنعمل صينيه عظمه كده، عظمه فظيعه بصراحه، عجبت ولادي جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقول لكم على حاجه. لما فتره التعب بتاعتي طولت كده، طبعا الفيديو ده كان معايا، يعني كان معايا على التليفون بس ما كنت سجلت. قعدت اقول يلا في هي، والله العظيم ما صدق، انا تنتني اذكر الله واصلي على النبي واستغفر لحد ما لقيت نفسي جاي زي الصاروخ كده. الحمد لله انا بجري فتره كويسه، بس الكحه بتروح وتيجي وتروح وتيجي. هنا بقى معايا 4 جرام من الفلفل، قطعتهم برضو كده. ومعايا بقى هنا 3 طماطمات، وجبت المبشره كده يعني 3 أو 4 كده، هو كله وسط كده. وبشرتهم بالمبشره. على فكره انا اشتغلت شغل الايام اللي فاتت ديت وما صورتش. غسلت غله ونشرتها وطحناها، وخبزنا عيش وجرس ورجاج، كل ده والله العظيم ما صورتش حاجه خالص خالص. وعملت حاجات عند الطيور كانت تستاهل التصوير. وما كنتش بصور والله خالص، كنت قاطعه التصوير خالص. كل لما اجي اتكلم
الاقي صدري مكتوم وكده، قلت لا، ما اناش طالعه كده خالص. لما احس ان انا كويسه وهعرف اتكلم كويس ابى اطلع، مش مهم بقى. طب ما كنت اصور وبعدين ابقى اسجل. لا والله، كانت اللي انا كنت بعمله ده ما كانش ينفع لو يبقى بصوت في وقتها كده. ما كنتش ببقى فاضيه بقى، مش لاقي حد يصورني، فيلا ملحوقه ان شاء الله، اللي يعني الشغل ما بيخلص. هنا بقى حطيت معلقه ملح، اول ما بدات كده تخش على السوا، حطيت بقى الملح بتاعها زي ما انت عايزه بقى، ملحي زي ما انت عايزه، وسبتها تكمل سواها. هنا بقى معايا شعريه ورز. غسلت الرز وحمرت شويه شعريه كده وضفتهم عليه. انا بحب الشعريه والرز يعني تقريبا يكونوا قد بعض، ما احبش الشعريه تكون حبه صغيرين. ونزلت بها بقى، اديت لهم تشويحه حلوه مع بعض كده، وحطيت لهم بقى ملح، شويه فلفل اسمر، واحط بقى الميه المظبوطه بتاعتهم. وخلاص بقى اسيبه يستوي على نار هاديه. عايزه الرز معاك يطلع مفلفل وحلو، خلي النار تكون هاديه. حط عليه ميه مغليه، ما تحطش ميه بارده. الرز اللي هو المصري ده، يعني طبعا البنات اللي مش عارفين، لكن طبعا ستات البيت كلها شاطره وعارفه. حط كميه الرز قد كميه الميه. كوبايه رز يبقى كوبايه ميه، كوبايتين رز يبقى كوبايتين ميه. الشعريه ما تعملهاش حساب في الميه، لانها بتستوي على البخار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول ما تضيف الميه وتاخد غلوه على النار، تعالي مهديه النار. لا مستحيل الرز يشيط منك، ولا يعجن ولا اي حاجه، وبيطلع معاكي مفلفل ومستوي زي الفل. هنا بقى جبت صينيه، حطيت فيها شويه كده من الزيت. واستنى بقى نشوف احنا هنعمل ايه. معانا بقى كميه البصل الحلوه المحترمه اللي احنا عاملينها ديت، هنزل بيها. معايا هنا 5 فصوص توم سلام، هدولهم تحميره كده. اول ما يبدا يتحمر هنزل بالبصل. طب ليه ما دجتهمش؟ انا عايزاهم سلام كده، بحيث اللي هو يدي ريحه وطعم في الاكل. ولما يجابلني الفص التوم اشيله. وطبعا هو لما ما بتحمر وكده خلاص هو بيستوي، ما بتلاقوهوش في الاكل بقى. عندي بنتي لما بتحس بريحه التوم او طعمه في الاكل ما بترضاش تاكل. فالناس اللي ما بتحبش ريحه التوم ولا طعمه، جربي تعمليه سليم. وما تخافيش، يعني هيستوي وهيبقى زي الفل. وفي نفس الوقت هتلاقيه سليم معاكي، يعني لو جابلك كده قدامك تشيليه، وانت بتفضي الاكل كده تشيليه، وبيبقى ادى ريحه وطعم للاكل. هنا بقى هدي بقى للبصل ده، هديله تحميره خفيفه كده، مش هحمره جو، هديله تحميره خفيفه. هنا بقى معايا الفلفل. طبعا بقى عندك فلفل احمر حطه، وكان قرن واحد فانا حطيته. هم دول كانوا 5 قرون فلفل كده. هدي بقى كل ده تشويحه على النار كده. صلوا على النبي كده واستغفروا كتير. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله ده تحس ان هو غذاء كده للروح، تحس انت بتغذي روحك. والله، يعني تحس كده لما تلاقي نفسك زهجانه او حاجه مزعلاكي، اقعدوا اذكروا الله وصلوا على النبي، هتلاقي كل حاجه رجت وبقت زي الفل. صباها على الله كده. وان شاء الله ربنا هو كده اللي بيسر الامور. هنا بقى بعد ما اديت للبصل بالفلفل تشويحه مع بعضه كده، ودخل على بدأ اللي هو يضطر كده في الزيت، داخل يعني اول مرحله اللي هو يحمر كده، نزلت بالطماطم اللي انا بشرها. انا مش عايزه افرمها، انا عايزاها مبشوره. حطيت بقى ملح، فلفل، كمون، كزبره. حطيت حبه من البهارات المشكله، حطيت 7 بهارات. وهحط حبهان مطحون. اهو دي حبهان مطحون بنزل بكل سهوله، لكن ال7 بهارات بتحيرني على ما بتنزل. خلاص بقى هدي الكل ده هقلبه مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. وهضيف بقى الملح. طبعا مش هكتر ملح كتير، لان انا مظبطه اللحمه 100 100، مديلها الملح بتاعها المظبوط. هاخد بقى هنا معايا بقى طبصيه ونص من الشوربه كده، انزل بها على البصل ده، واسيبهم ياخدوا غلوه مع بعض، بحيث ان البصل ده يستوي فيها.
خلاص بقى هغطي عليها واسيبها. كل دي اللحمه لسه بتكمل سواها على النار. شو بقى الرز بقى مفلفل وزي الفل ازاي، لان لما انت بتهبطي النار على الحاجه كويس بتستوي معاكي حلو، تطلع معاكي مفلفله وحلوه كده ومية مية. جبت بقى معايا صينيه هنا كده وهنزل بها بقى بالصوص الجميل اللي يعني ايه مش مستاهل اللي انت تتكلمي عنه ده، هو يعني شكله معروف اهوت لوحده اللي هو حلو. هنزل بقى شويه كده معلقتين كده في قعر الصينيه كده، ومعايا بقى ايه 3 بطاطسات غسلاهم بقى ومخرطاهم بقى ايه، يعني ولا هي تخينه قوي ولا هي رقيقه وسط كده. هنزل بقى بها في الصينيه كده واستنى نشوف احنا هنعمل ايه. هجيب بقى شويه من الصوص الحلو ده بالبصل بالفلفل بقى بالشوربه كده، وانزل بها على البطاطس. اهو هطلع بقى اللحمه كده استوت بقى وزي الفل اهو. ارصها بقى في الصينيه، صينيه بقى بطاطس باللحمه بالبصل. انت ما انتش عارفه هي بالبطاطس ولا بالبصل ولا بايه بالظبط، حاجه كده ايه عظم. اهو الشوربه اللي فاضله بقى عايزه تعملي فيها شويه شوربه لسان عصفور، عايزه تخليها كده تشربوا منها للناس اللي بتحب تشرب شوربه كده، مفيش مشكله بقى اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. هنزل بقى بالكميه بقى البصل اللي معايا اللي فاضله بالصوص الحلو الجميل التحفه ده على وش اللحم. خلاص بقى بعد ما اخلص ده كده هحطها في الفرن، هغطيها واحطها في الفرن هولع عليها من تحت. اول ما البطاطس احس بقى اللي هي بدات تغلي كده وتستوي مع بعضها كده، افتح لها الشوايه اديلها لون. بس كده، مش هتاخد معايا يعني مجرد لما البطاطس تستوي، هي اللحمه معايا خلاص طبيعي هي مستويه. اهو هدخلها بقى في الفرن، اولع عليها احطها في الشبكه كده، اولع عليها ايه من تحت، ولما تبدا تستوي احط اولع عليها من فوق. الله الله على شكلها، شكلها يفتح النفس. طبعا الحته اللي بين البطاطس ديت كنت بشوفها استوت ولا لا. ما بتاخدش في الفرن حاجه، مجرد البطاطس بس ما تستوي تطلعيها. شكلها حلو يفتح النفس. ما تجوعيناش بقى. ما تنسوش تحط لايك. إيه ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، شجعوني كده عشان خاطر إيه اصور معاكم فيديوهات كل يوم زي الاول كده واسترد طاقتي من جديد. طبعا ما كنتش عارفه اقطع كده وانا ماسكه الموبايل بايد وبعمل بايد فثبته، وبدات بقى انا اطلع وكده اوريكم البطاطس مستويه واللحمه برضك مستويه خالص اهي. وتعالوا بقى ايه نغرف الاكل بقى كده، وكانت حلوه بصراحه وكانت حلوه حلوه يعني. وبنتي جت لي اعملها لنا بالطريقه دي على طول، تنفع برضو بنفس الطريقه في الفراخ مفيش اي مشكله. وربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، ونفسي والله ادوقكم منها اعرف كل هي حلوه. انا كنت سايبه الفيديو كله بصوت، لقيت الولاد بقى عاملين دوشه وهيصه وزنبطه كده جت حيشاه. وشويه رز بشعريه بقى حلوين كده مفلفلين، وصينيه بطاطس باللحمه بالبصل. انت ما تعرفيش بالبطاطس ولا ولا بالبصل. اللحمه دايبه خالصه اهي. استودعتكم لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.